الإدمان. السؤال: احنا ليه اخترناه؟ مش معنى في الوقت ده؟ انا شايفه ان الناس بقيت بسمع كلمه ان هو لا عادي دي كتير قوي. انا مش عايز اسمع الكلام ده تاني. انا عايز اسمع اول ما الناس تعرف ده ادمان، انت بتشرب فدي حاجه خطر. انا معتمد على ماده، لان في قبل يعني في كذا يعني ستيج قبل الادمان، في اعتماد وفي كل ده بيبقى ناقوس خطر. يعني انت لو بتقولي مثلا لا انا بشرب حشيش فده حاجه، لكن عادي مش مدمن، لا في حاجه اسمها اعتماد، والاعتماد ده بيعتمد تعمل عليه اعتماد جسدي، وفي الاخر يعني بتوصل لمرحله ان انت خلاص استكفيت بده فبتدخل في الادمان. فعايزين نوعي الناس بكل الستيجز دي، لان هم في ناس كتيره منهم فعلا مش عارفين يعني ايه ادمان، ويعني ايه انا باخد الحاجه دي بجرب، ويعني ايه ويعني ايه. ليه في الوقت ده؟ لان احنا محتاجين شبابنا قوي. يعني احنا في وقت دلوقتي بعد ثوره 25 يناير اتوقع او يعني اتخيل ان احنا بنبني بلد من اول جديد، من اول زيرو. فاحنا محتاجين كل فرد فيها كبير وصغير. ليه الادمان؟ عشان قتل حاجات حلوه كتير قوي فينا. وليه دلوقتي؟ عشان نلحق اولادنا قبل ما يضيعوا. ليه الادمان؟ عشان احنا محتاجين شبابنا جدا. وليه دلوقتي؟ عشان اعتقد ده انسب وقت. ارباع البلطجيه اللي في الشوارع دول اصلا مدمنين. لو هم بعقلهم ومحافظين على عقلهم ما كانوش بقوا بلطجيه، ما كانش كل الامان في البلد بقى سايب بالشكل ده. ليه في الوقت ده؟ الادمان مشكله في كل سنه، مش لازم احنا نختار لها وقت عشان نوعي عنها فيه، لا هي قائمه. يمكن الوقت في حد ذاته ملوش اهميه بقدر ان احنا لازم ناخد عشان هيدمر حياه ناس كتير، وناس كتير مش هتعرف تشتغل ولا تبني، والادمان موجود في حياتنا. وليه الوقت ده بالذات؟ عشان ده الوقت اللي محتاجينه في حياتنا للتغيير، فلازم ننهض بالبلد. اثبت مكانك، هنا عنوانك. ده الخوف بيخاف منك، وضميرك عمره ما خانك. اثبت مكانك، ده نور الشمس راجع. يا تموت وانت واقف، يا تعيش وانت راكع. اثبت مكانك، ده عينك شايفة الدليل. ابعد عنهم وسيب الحيط عليهم تميل. اثبت مكانك، قلب الوطن جرح وصوت الحرية